حاسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه إليكم خالص الشكر والتقدير ونعبر عن بالغ امتناننا لما سطرتموه من مواقف قبلية أصيلة في هذه المحنة، حيث ظهر معدن الرجال وتجلى الوفاء والانتماء، فأنتم من رفع الرأس وشرف القبيلة وصان العهد. أولا إلى قبائل خولان ومن معهم من قبائل اليمن الأوفياء الذين تحركوا إلى محافظة المهرة فور الإعلان عن توقيف الشيخ محمد بن أحمد الزايدي، وتحملوا العبء والمشقة وكانوا السباقين إلى الفزعة والمواقف المشرفة تجاهه خصوصا وتجاه القبيلة عموما. ثانيا إلى قبائل خولان وسائر قبائل اليمن الذين تداعوا من كل قرية ومدينة ولبوا نداء النكف كبيرهم وصغيرهم، وهذه ليست غريبة على خولان في تاريخ حافل بالمواقف منذ آلاف السنين عنوان النخوة والكرامة. ثالثا إلى مشايخ وقبائل المهرة الكرام والسلطة المحلية في محافظة المهرة، نشكر على تعاونهم المسؤول عن مواقفهم الإيجابية التي أسهمت في تهيئة أجواء المعالجة وفتح الطريق نحو الحل. وبناء على ما تقدم فإننا ندعو قبائل خولان ومن معهم من قبائل اليمن الأحرار إلى رفع المطارح القائمة في محافظة المهرة وتأجيل النكف القبلي مع عدم الممانعة في استمرار الاجتماع المقرر يوم غد اليوم، وذلك باعتبار أن الهدف قد أوشك على التحقق بفضل الله وفضلكم وتعاون مشايخ محافظة المهرة والتزامهم بالإفراج عن الشيخ محمد بن أحمد الزايدي. كما نؤكد أننا سنستكمل متابعة القضية مع كافة الجهات المعنية والوساطات الخيرة حتى يتم الإفراج عنه بما يليق بمقامه ومكانة القبائل التي تمثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ محمد بن محمد الزايدي.